السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وهنبدأ مع بعض الحلقة التانية من مسلسل ما تراه ليس كما يبدو بعنوان فلاش باك. وبتبتدي الحلقة لما زياد لقى الحساب بتاع مريم مفتوح اونلاين، وكان مستغرب ومصدوم، وجاب التليفون بتاعها المكسور اللي كان معاها في الحادثة وبيشحنه، وبيتصل برانيا اختها وبيقول لها انت بتفتحي الحساب بتاع مريم؟ قالت له لا طبعا، وهفتحه ليه؟ وبيتصل بصاحبتها سالي وسألها نفس السؤال، قالت له لا انا معيش الباسورد بتاعها اصلا. وبيروح محل موبايلات علشان يصلح الموبايل، وبيروح وبيبعت رسالة من تليفون لتليفون مريم، وبعدها بتجيله رسالة من تليفون مريم وحد بيقول له هاي انت مين؟ وبيتخض زياد وجرى يفتح تليفونها، ولكنه اتفاجئ ان مفيش رسالة عليه. وبيتصل بواحد صاحبه اسمه خالد بيشتغل في الموبايلات علشان يعرفه ايه الحكاية. وبالليل بيكون قاعد مع ليلى اللي بتقول له ايه رأيك في العدسة؟ قال لها حلوة، انا كنت بدور على واحدة زيها، شكرا يا مريم. اتضايقت وقالت له مريم، لكنه اعتذر لها. وبيتصل بيه خالد وبيقول له ان اكونت مريم ما اتفتحش من ساعة وفاتها ومحدش هكره. شكروا زياد وراح اعتذر لليلى علشان كان عايز يمشي. ولما روح زياد بعت رسالة لمريم وسألها انت مين وبتعملي ايه بالاكونت ده؟ فبيجي له الرد وبيقول له ايه انت دي؟ الاكونت ده بتاعي اصلا، انت اللي عايز ايه؟ وهنا زياد بيتصل بيها على الماسنجر فما بتردش، فحاول يتصل مرة تانية فبترد عليه، وهنا كانت المفاجأة وفضل ساكت ومصدوم. فبتقول له بقالك ساعة بتتصل ولما ارد عليك ما تردش. هو برضه مصدوم وساكت، فقالت له كده برضه، طب انا هقفل. وبيروح زياد لخالد صاحبه وبيقول له خالد وارد يكون حد بيشتغلك. وبيقول له زياد لكن ده نفس الصوت بالظبط، والغريب انها مش عارفاني. قال له خالد بس الاي اي عمره ما يعرف يجيب نفس الصوت بالظبط، وسهل عينينا ودنا تكشفه على طول. حاول انت تجاريه لحد ما نعرف مين. وبنشوف زياد في البيت بيتفرج على لوحة كانت رسمها مريم، وشاف وراها صورة تانية، وبيفتكر اول مرة اتعرف فيها على مريم في معرض الصور. وبتحكي له ان زمان حصل في بيتهم ماس كهربائي وباباها شالها هي واختها، بس ما لحقش ووقع، والصورة دي بتفكرها بالحادثة. وهنا زياد بيقول لها انا اسف اني فكرتك بحاجة زي دي. وقال لها انا اول مرة اشوف حد بيتكلم عن الاحساس اللي في الصورة، دايما الناس بتدي اعجابها بالشكل واللون وزاوية الصورة. قالت له اصل انا رسامة علشان كده بهتم بالتفاصيل، والصورة دي مليانة تفاصيل. وبيرجع زياد من خياله مرة تانية وبيتصل بمريم وبيقول لها انت مريم زيدان؟ قالت له ايوه، هو الاسم مش باين عندك ولا ايه؟ لا يعني انت مش حد تاني؟ فقفلت السكة. فكتب لها وقال لها معلش اصل صوتك شبه صوت حد اعرفه وبتشتغل رسامة. قالت له ما هو انا مريم زيدان وبشتغل رسامة. ورجع اتصل بيها تاني قال لها بجد هو انت ما تعرفنيش؟ قالت له رحمة بابا ما اعرفك، انا اول مرة اشوف الاكونت بتاعك دوت اصلا. الله خلاص، بس انا محتاجك في شغل، هبعت لك صورة غالية عليا قوي عايزك ترسميها. وبعت لها صورة الطفلة وابوها وقال لها انا محتاج الصورة دي بكرة. قالت له بس انا ما وافقتش ارسمها اصلا. قال لها هدفع لك اللي انت عايزاه. قالت له بس اعمل حسابك المبلغ هيبقى كبير. قال لها قولي لي على المكان والميعاد. قالت له انا بكره هبقى في مكان اسمه طيبه ببيعله لوحات، تعالى استلمها مني هناك. قال لها ماشي. وبيروح لها زياد تاني يوم ملقاش المكان، وفضل يسأل الناس عنه محدش يعرف عنه حاجه. كلمها زياد وقال لها انت بعتاني مكان مش موجود. قالت له ازاي يعني انا هعمل كده؟ ده انت جايب لي فلوس حتى. قالت له على العموم حصل خير، نتقابل تاني امتى؟ قال لها دلوقتي. قالت له لا دلوقتي الوقت اتأخر، خلينا بكرة، أنا معزومة على عيد ميلاد واحدة صاحبتي في مطعم في المعادي اسمه سي هاوس. قال لها طب ابعتيلي اللوكيشن بتاعه دلوقتي علشان أتأكد إنه حقيقي. وفعلا بعتت له اللوكيشن ولقاه موجود فعلا. وتاني يوم بنشوفه في المطعم مستني مريم، وبيسأل واحد هناك وبيقول له هو النهاردة كان في عيد ميلاد هنا؟ الراجل قال له أيوه. فتح زياد تليفونه ووراله صورة مريم وقال له شفتها معاهم؟ الراجل قال له ما خدتش بالي. رجع زياد البيت وكلمها وهو منفعل جدا وقال لها انا رحت عيد الميلاد ما لقيتكيش، بعتلك رساله وما ردتيش. قالت له انا فضلت مستنياك كتير، انت اللي اتاخرت وما كانش معايا نت وما شفتش رسايلك. قال لها انت بتلعبيني؟ انت مين؟ قالت له اتكلم معايا باسلوب كويس. فقال لها طيب انا اسف، بس احنا ليه ما ناخدش ارقام بعض بدل الكلام على النت؟ قالت له ثانية واحدة هبعت لك الرقم، ولكنه فضل يرن عليه ومش بيجمع. قال لها الرقم مش بيجمع. قالت له انا هعمل لك ايه؟ على العموم قابلني بكرة في كافيه بيلر
الساعة 8 وقالت له المرة دي لو ما جيتش ما تكلمنيش تاني وربنا يعوض عليا في تعبي اللي راح. بيروح برضه زياد المكان وبيرن عليها وبيقول لها انا وصلت، انت فين؟ قالت له انا قاعدة قدام الشاشة. قال لها المكان زحمة قوي وفي 4 شاشات، انت عند انهي واحدة فيهم؟ قالت له انا عند الشاشة اللي بره. بص زياد شاف واحدة من ظهرها قاعدة وماسكة علم الزمالك، قرب منها وقال لها مريم، لكن طلعت مش مريم. قال لها انت فين؟ قالت له انت اللي فين، انا مش شايفاك. بعدها قالت يا خبر ده صلاح اتصاب، راموس كسر له دراعه. الله، صلاح ايه؟ هو صلاح راح الزمالك؟ وفتح جوجل لقى الماتش ده كان في 2018. كلمها وقال لها هو النهارده كام؟ قالت له 26/5. قال لها 2018؟ قالت له ايه الاسئله دي؟ ما هو اكيد 2018. اتخض زياد وقال لها طب ممكن فيديو كول عشان اشوف انت فين؟ وفعلا بتفتح مريم مكالمة فيديو وبيلاقيها مريم مراته فعلا، وبيبقى زي المجنون وبيقع على الأرض. وبتنتهي الحلقة على كده. وفي النهاية أتمنى تكون الحلقة نالت رضاكم. مستني رأيكم في التعليقات، وأتمنى تشتركوا في القناة علشان يوصل لكم كل جديد، وما تنسونيش بلايك وشير. سلام.